يا أبطال، قبل ما نبدأ حكاية النهاردة لازم نعرف إحنا ليه بنسمع قصص أبطالنا، عشان نكون زيهم في الشجاعة والإيمان، ونطلع من هنا وإحنا عندنا نية إننا نحرر المسجد الأقصى من اليهود المعتدين. النهاردة جده إسماعيل هيحكي لكم عن بطل كان ليه قصة عجيبة، فيها ضعف وبعدين توبة، فيها رجوع لربنا وفيها انتصارات عظيمة. بطلنا هو عبد الله ابن أبي صرح رضي الله عنه. عبد الله كان اسمه كامل، أبو يحيى عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح ابن الحارث القرشي العامري، وكان أخو سيدنا عثمان بن عفان من الرضاعة. أسلم قبل فتح مكة، لكن حصلت حاجة، ارتد وترك الإسلام ورجع لمكة مع المشركين. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أهدر دمه بسبب فعلته، لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه لجأ له وطلب الأمان لعبد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ورجع للإسلام يومها، وإسلامه بقى قوي وحسن بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني يا أبطال، اللي بيغلط ويتوب ويرجع لربنا ويجاهد ويصبر، ربنا بيغفر له ويرحمه. الإمام الذهبي قال عنه: لم يتعبد ولا فعل ما ينقم عليه بعدها، وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم. شارك عبد الله في فتح مصر، وكان قائد الميمنة مع سيدنا عمرو بن العاص، وبعد ما سيدنا عثمان بقى خليفة ولاه على مصر سنة 25 هجرية. وفي سنة 27 هجرية سيدنا عثمان أمروا أنه يتوجه لفتح إفريقية، فانتصر وقتل ملكها جرجير، واتفق مع بطريرك إفريقية على الجزية، وده كان أول باب للجهاد والدعوة في شمال إفريقيا. وفي سنة 31 هجرية غزا النوبة، وأهل النوبة كانوا أشداء في القتال، لكن اتفق معاهم على هدنة يستقلوا مقابل الجزية. وفي سنة 28 هجرية حصلت رحلة بحرية عظيمة. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان خرج بأسطول من عكا لقبرص، ولحق بيه عبد الله من الناحية التانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بشر بغزو البحر لما قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. وقال كمان: أول جيش من أمتي يرزون البحر قد أوجبوا، يعني أوجبوا الجنة. لكن أعظم معركة لعبد الله كانت سنة 35 هجرية، وهي معركة ذات الصواري، أول معركة حاسمة للمسلمين في البحر. الروم كانوا محضرين 1000 سفينة، والمسلمين كان عندهم 200 بس. لكن عبد الله فكر بخطة ذكية، ربط السفن مع بعض عشان يحولوها كأنها بر ويقتلوا بحرية، وفعلا اشتبكوا، والمعركة كانت عنيفة جدا لحد ما البحر بقى لونه أحمر من الدم. وفي الآخر انتصر المسلمين انتصار ساحق وسيطروا على البحر المتوسط. بعد حياة مليانة جهاد وفتوحات، توفى عبد الله سنة 59 هجرية بعد ما صلى الفجر، وختم حياته بخير. قصته يا أبطال بتعلمنا إن مفيش يأس من رحمة ربنا. مهما كان الذنب كبير، التوبة الصادقة ممكن تخليك من أعظم الناس. خلصت حكاية النهاردة، ونشوفكم في القصة الجاية من حكايات جدو إسماعيل. ويا أبطال، دايما خليكم فاكرين قلوبكم لله وأهدافكم كبيرة، وعينكم على تحرير المسجد الأقصى.